واحنا بنتكلم عن صياغه الاهداف بتاعتنا اتكلمنا عن موديل 5W بلس اتش، وفي احنا اتكلمنا عن الهو مين. خلينا في الفيديو دوت نمسك مين ديت ونعمل فيها زوم ان اكتر. واحنا بنعمل زوم ان خلينا ناخد برضو اداه ونستعيرها من اداره المشروعات ونبص عليها. الاداه دي اسمها ريسي ماتريكس. ريسي ماتريكس بتقول لك جاوب لي على 4 اسئله. مين المسؤول عن تنفيذ المهمة؟ مين ريسبونسبل عن التنفيذ؟ ممكن يكون واحد او اكتر من واحد. دول الناس اللي هتنفذ التاسك او اللي هتنفذ الهدف بنفسهم. مين اكاونتبل؟ مين المحاسب على التاسك ده او الهدف ده؟ مين الشخص اللي انت هتروح تقول له انت الهدف ده وصل فين؟ ليه الهدف ده ما اتحققش؟ مين المفروض يكون عنده كل الاسئله؟ هو ده الاكاونتبل. مين كونسلتنت؟ مين شخص رايه هيبقى مؤثر بحيث ان هو ممكن يوقف لك او يعمل لك امبروفمنت في التاسك دي او الهدف ده. ممكن يكون شخص هو ذو معرفة نقدر نرجع له يعمل بوست للهدف بتاعنا ده، او ممكن يكون الناحية التانية حد هيعطل لنا التاسك بتاعتنا. يعني مثلا انت بتتكلم في الصيانة، فانت لو انت هتوقف ماشين انت لازم تتأكد من الراجل بتاع الانتاج ان يعني ده راجل ممكن يقول لك لا مش هنعمل صيانة دلوقتي، شغله هيتاثر باللي انت هتعمله. والراجل بتاع السيفتي، الاثنين ممكن ياثروا عندك في اللي انت هتعمله، فدول بالنسبه لك كونسلتنت. هم مش هيحتكوا بعمليه الصيانه خالص او عمليه الاصلاح نفسها، هم مش هيحتكوا بيها، ولكن شغلهم هيتاثر او هياثر على اللي انت بتعمله. في الاخر مين انفورمد؟ مين لازم يبقى عارف البروجرس بتاع الهدف ده ايه. لو انت قدرت ان انت تجاوب على ال4 اسئله دول وحددتهم بشكل كويس وانت بتصيغ الهدف بتاعك، هتقدر ساعتها ان انت تكسب اكتر من حاجه. هتقدر اولا تاخد موافقه الناس دي قبل تنفيذ الهدف، وبالشكل ده هتبقى ضمنت ان انت الهدف بتاعك اجريد، اخد الموافقه. موافقه مين؟ موافقه كل المستويات دي. كل المستويات دي عندها الايمان والقناعه ان الهدف ده لازم يتحقق. وكمان هتبقى انت تأكدت من ان انت عامل الحشد بتاعك بشكل سليم بما لا يؤثر على العناصر الخارجية اللي انت ما عندكش دراية بيها، اللي هي ممكن تبقى environment خاصة بالانتاج مثلا انت ما عندكش دراية بيها، فيبقى الراجل بتاع الانتاج عارف ان انت هتشتغل، وبالتالي انت ظبطت بيئة الشغل بتاعتك قبل ما تنفذ الهدف بتاعك.